العفو والصفح من دعائم الأمن والأمان في المجتمع. فقد قال المولى عز وجل في سورة النور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، مع الشهر الكريم وشهر التسامح داخل علينا. واللي زعلان مع اخوه واللي زعلان مع مامته واللي زعلان مع والده ومع زميله يروح يصالحه. احنا في شهر كريم. واللي ما بيروحش لاخته وقاطع صلة الرحم يروح، ونكون عندنا فيه تسامح وتصالح. ولا ايه يا جدعان؟ والله لا عاد فيه لا تسامح ولا تصالح. الدنيا بقت وحشة أوي، بقينا بناكل في بعض زي الدياب. والله مش الدنيا اللي بقت وحشة، احنا اللي بقينا وحشين عشان خاطر الايمان والدين اللي جوانا بقى قليل قوي. ده احنا يا اخي ما بقاش مستحملين بعض. والله عندك حق، العيب بقى فينا احنا، ده احنا ما عادش مستحملين نفسنا. يعني انت كمان يا عم محمد مزعل اخوك الكبير وكبران تروح تصالحه، ده اسميه ان شاء الله. وائل أخويا جديد ودماغه جديدة وأنا عارفه، وكفاية اللي هو عمله وبهدلني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. ما تجيبليش سيرته. ده اخوك يا اخي، واحنا داخلين على شهر مفترج وشهر التسامح يا راجل. يعني انت نسيت كل الحلو اللي عمله معاك اخوك، فاكر الوحش بس؟ يا اخي ده انتوا ولاد اصول، وعيب اللي هتعملوه ده. روح وصالح اخوك، افتكر له الحلو. عندك حق، هو وحشني وأنا هو ما أروحش. فعلا عمر الدم بيبقى ميه، هما كده ولاد الاصول. قوم بسرعه روح له يلا. كل سنه وانت طيب. أنت طيب. ربنا معاك. وانت كمان يا عم خالد، هتفضل لحد امتى كده ناسي اختك وما بتروحش تودها؟ والله ما الدنيا مشاغل، وانا كنت بسأل عليها زمان، هي كانت بتسأل عليا يعني. ثم انا طول اليوم كله مطحون في الشغل، الاقي وقت ليه ولا ليه؟ ويعني ده مبرر يعني عشان هي ما سالتش انت ما تسالش؟ يا اخي ده انت اخوها، يعني سندها بعد ربنا سبحانه وتعالى. حرام عليك، ده ابوك اكيد وصاك عليها. ودي اخرتها؟ انا معاها جوزها. روح واسال عليها، مش محتاجه منك حاجه، محتاجه بس تدخل عليها داخله، ولا عاوزه منك اكل ولا شرب. قوم يا خالد واسال عليها، احنا في ايام مباركه. قوم. كل سنه وانت طيب، وروح اسال عليها وراضيها واكسب ودها، ملهاش غيرك. ماشي يا ايمن، روح اسأل. ربنا يصلح حالنا جميعا. ايه يا عم الحاج ده كله مستنيك تخلص من الصبح؟ خير يا ابو الكباتن، في ايه؟ عايز رقم مؤمن بتاع الدش يا عم، عايز اظبط الدنيا كده. رامز داخل علينا ورمضان ومسلسلات وحاجات كتيره حلوه يا عم، بنستناها من السنه للسنه. والله يعني انت مستني رمضان عشان خاطر المسلسلات والبرامج والتفاهات دي؟ يا اخي حرام عليك، ده رمضان بيجي من السنه للسنه، بيجي عشان يغسل ذنوبنا. يا عم زي ما في الوحش زي ما في الحلو، يعني شويه كده وشويه كده. ده مسموش تلفاز، اسمه النفسان اللي فسد الناس. زي التليفون ده برضه احنا بنستخدمه استخدام اسوأ ما يكون. لا حاسب، قول لي اي حاجه اللي انا اسيب التليفون. هو انت يعني عميد من قليل؟ ما انت ما بقتش شايف يا مؤمن اهو. والله عندك حق، عندك حق بصراحه. قوم نصلي العصر. عاملة ايه؟ ايه ده خالد، اخيرا افتكرت ان ليك اخت تيجي تزورها. حقك عليا، كنت المفروض تقول اكتر من كده، ممثل معاك فعلا. بس انا عايزك تسامحيني عشان دخلت رمضان حتى أيام مسامحاك يا اخويا، انت دخلتك عليا بالدنيا وما فيها. اما بتيجي تزورني الناس بتتكبر فيك وبتتكبر فيا. ليه بتعمل كده وليه بعدت عني كده وبقيتش تزورني؟ حقك عليا، مسامحاك يا اخويا مسامحاك. وانا اعتبريني من النهارده هزهقك، كل يوم هبقى عندك.
تنور بيتك يا خالد، تنور في أي وقت. تعالوا تعالوا نسامح بعضنا ونصفي قلوبنا نطرد كرهنا، فلنحيا بالود وننشر الهنا ونجعل الصفح دربنا. إلهي إلهي أفض علينا الخير والعفو الكبير واملأ قلوبنا حبا للغير. اخويا إلهي إلهي انت اكثر يا اخوي، كل سنه وانت طيب. انت طيب يا حبيبان كريم، انت طيب وحقك عليك. انت من حقك عليك. رضاك هو المرتجي. يا ريت كلنا ننقي قلوبنا ونصفيها ونحاول نتسامح من قلوبنا مع كل اللي أخطأوا في حقنا. تسامح لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنة التسامح. وكل عام وأنتم بخير. إلهي إلهي رضاك